ايه الاغراء في طفلة عندها 7 سنين؟ والنبي يا عم وديني لبابا وديني لماما، انا مش عارفة اروح. والنبي يا عم انا عايزة ماما وبابا بس انا مش عارفة اوصل البيت. انا عايزة ماما. تعالي يا حبيبتي هوديكي لبابا وماما. اركبي. وفي الصحراء او على الرملة الصفراء عمل عملته. يا ترى في ايه ومين ده وايه اللي حصل للبنت دي؟ وازاي البنت 7 سنين تمشي لوحدها؟ تعالوا بينا نسمع القصة كاملة، بس قبل ما نقول اي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. في جنوب سيناء في راس صدر. راس صدر دي قرية سياحية زي ما انتوا عارفين، بيسكن فيها مجموعة قليلة من الناس بس فيها حركة وهيصة كده. هناك أب وأم معاهم بنت عندها 7 سنين، ما جابوش غيرها. السوق قريب من البيت، مش قريب قوي يعني، بس ها، روحي يا حبيبتي هاتلنا حاجة من السوق. ايه؟ طفلة 7 سنين تطلعيها تشتري حاجة من السوق؟ طب انت فين؟ ابوها فين؟ قاعدين في البيت بتعملوا ايه ولازمتكوا ايه؟ البنت فعلا سمعت الكلام وخدت الفلوس من امها وراحت تشتري حاجة من السوق. وهناك بعد ما اشترت الحاجة تقريبا الدنيا زحمت، تقريبا في عربيات ركنت كتير. البنت معرفتش توصل لبيتها، معرفتش خالص. قعدت تفكر البيت فين. 7 سنين مش عارفة البيت فين. طيب ما كانش فيه العربية دي واقفة؟ طب ما كانش فيه ده واقف؟ عيلة يعني ما تدركش ان ممكن الشارع في لحظة يتغير بان عربيات كتير تبقى موجودة فيه لو ما كانش موجود من الاول، او عربيات كتيرة موجودة وفجأة العربيات تفضى. البنت في الخلاصة كلها معرفتش توصل البيت. وقفت قدام سوبر ماركت وهي بتعيط وبتقول انا عايزة ماما، انا عايزة بابا. معدية عربية فيها واحد ابن حرام. مالك يا شاطرة؟ انا عايزة اروح لبابا يا عمو، انا عايزة اروح لماما يا عمو. طب هما فين؟ هنا، بس انا مش عارفة اروح. طب تعالي وانا هوديكي. خدها في مكان بعيد بالعربية، ورملة صفرة يعني صحراء، ده وصف البنت في النيابة. وهناك حاول الاعتداء عليها، بس هنقول هاتك عرضها، وأتمنى تكونوا فاهمين الفرق ما بين الاتنين. يعني تحرش بالبنت لحد ما أفضى غريزته، وراح واخد البنت وداها مكان ما لقاها. طبعا انتوا فاهمين عمل ايه في البنت، قلع وعمل حاجات كده. فالبنت قعدت تعيط زيادة وهي مش فاهمة عمه ايه اللي عمله ده. وده يعني عيب، ماما مفهماني ان ما اقلعش حاجة قدام حد غريب عيب، وان ده ما ينفعش عمه ده يلمسني او عمه ده يعمل حاجة عيب كده ما ينفعش. فالبنت يعني قالت اللي قالته لعمه وخدها وداها مكان ما لقاها، وهي بتعيط وتقول عايزة ماما عايزة بابا. على ما فاقت الأم وفاق الأب ولقوا البنت اتأخرت ونزلوا يدوروا على منطقة السوق على بنتهم، لقوها قاعدة بتعيط. وطبعا حالتها وحشة جدا من العياط. تعالي في ايه في ايه في ايه، عمو عمل كذا وقلعني كذا. والبنت بتحكي طفلة بتقول بكل براءة ايه اللي حصل لها من عمه. جريوا على اسم الشرطة أو نقطة الشرطة اللي في راس صدر، وعملوا محضر بالواقعة اللي تبين إن البنت دي كاميرات المراقبة جايباها وهي قدام السوبر ماركت ده. ففي عربية عدت والبنت واقفة وهدت. تم لقط رقم العربية وتم القبض على الشخصية دي. وهما في الاسم جايبين البنت تتعرف عليه. البنت صرخت وقالت هو عمو ده، ده عمو ده اللي اخدني في العربية وقلعني البانتي. يا ريت تفهموها. طبعا البنت انهارت جدا وقعدت تعيط.
والأب حاول إنه يضرب الراجل ده، لكن شالوه أو شدوه من عليه رجال الأمن أو الشرطة. وسيبنا من ده كله بقى، كانت قضية سريعة جدا، وتم الحكم بالحبس المشدد 7 سنين لعمه قليل الأدب السافل ده. طيب 7 سنين شوية والله، احنا مش بنشكك في القضاء، بس أنا حاسة إنهم شوية زي ده. يعني أنا مش فاهمة بصراحة، يعني أقواله كانت غبية وغريبة جدا. أنا شفت البنت بتعيط ولابسة حمالات، يعني شدتني أغرتني، فما عملتش حاجة، أنا تحسست وعملت وسويت وكده، لكن البنت زي ما هي بنت، أنا ما قربتش منها، بس يعني التلميس هات كارد زي ما بيقول. و7 سنين. طب الغلط هنا فين؟ أنا بشيل الأم والأب الغلط. لو انتوا عايزين تنفردوا بنفسكوا شوية والبت عامله لكم عقدة نفسية في المكان، وديها عند امك، عند اختك، عند اي حد من قرايبك، عند صاحبتك. لو انت يعني مزنوقة قوي استنيها لما تنام، لكن تسربي البنت في سوق زحمة وعيلة صغيرة، ومكان راس صدر ده سياحي يا جماعة، يعني بيجي من كل بلاد الدنيا ناس تيجي تصيف أو عايزة تطلع على المكان، أو ناس بتنزل السوق أغراب مش من البلد، مش عارفين دي مين ولا بنت مين ولا. أنا بشيل الأم المسؤولية الكاملة في اللي حصل لبنتها هي وأبوها. هي دي قصة الطفلة اللي عندها 7 سنين، اللي تم هتك عرضها عن طريق واحد سافل مرعاش ربنا فيها. شكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظرونا تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.